بك يا عزيزي في قناتي. النهارده عندنا تحدي مختلف شويه عن كل فيديو نزلته، وهو ان نظام دكتور ضياء العوضي هيحدد انزل مين واطلع مين من تشكيله ريال مدريد. بالمعنى هشوف ايه افضل اكلات لكل لاعب في ريال مدريد، ولو طلع الاكل المفضل بتاعه من الممنوعات ما يلعبش، ولو طلع من المسموحات يلعب. في الفيديو ده هنعمل مره بالمسموحات ومره بالممنوعات، ولازم نفوز المباراه. وخليك مع الفيديو. قدامك دلوقتي الصوره ونكتب شات جي بي تي عايزك. معلش كتابتي بطيئه فهنسرع الموضوع ده شويه. واخيرا كده المفروض الصورة عملت، وقدامك دلوقتي دي التشكيلة اللي هنلعب بيها. قدامك دولت هيلعبوا ما عدا كارفاغال بره، لان تقريبا نظامه من الممنوعات. فخليك مع الفيديو بقى ونشوف هنعمل ايه زي ما انت كده شايف قدامك دلوقتي. قدامك التشكيلة وبطمن على العدد، بطمن على اللاعبين الموجودين. كارفاغال ما طلعش موجود، بس هلتزم باللي بعتولي شات جي بي تي وهحط باللي قاله بالظبط. طبعا احنا خلصنا التشكيلة ودلوقتي داخلين على المباراة. بادئين المباراة، كل اللي قاعدين يعملوه دلوقتي ان هم يبصوا لبعض، وانا خايف ان هي تكون هجمة دلوقتي. انا بجد خايف. هو خدوا هجمة على طول مدام ارتو، وبالزاوية دي يبقى ده جول طبعا. كده جابوا اول جول ليهم، فان شاء الله نعرف بالفريق المسموحات نعرف نعمل الكومباك ويعني ونفوز بالموضوع دوت. لعب ركنية قدرت أبصيها، وهنا هعمل مهارة. يا ولد يا ولد يا ولد يا رودريجو، عمل مهارة كويسة جدا. دلوقتي المكان فاضي، خدها جري جري بقى. كويس قوي. فرصة تانية جت، لا برضو مفيش فايدة. قدرت اقطعها كويس قوي، قدرت اقطعها. هو بسبب موضوع الفيديو بتاع امبارح انا مع تشكيلة ريال مدريد بقيت مع امبابي. ما شاء الله بقيت بجد يعني كل ما يعني كل ما تجيلي فرصة ببصيله هو، بسبب موضوع الفيديو دوت. سامحوني بقى، انا احيانا بنسى. قدرت اقطع هنا الكرة منه، بعدين بصيت له لده وبصيت ده. عايز ايه يعني شايف نص الملعب فاضي، فانا عاوز دلوقتي ابصيها لشخص معين. وايه، فالفيردي عنده الباور شوت على طول. يا نهار ابيض على العارضة، بس لو كانت ضعيفة سيكا كانت دخلت. بس المرة الجاية بقى قاعدين بنتبادل الباصات هنا، وبعدها بصيت ده، وبعدين ايه مستني ما ده امبابي يتقدم. لا بلينجهام، معلش، هو يتقدم بس هو ما تقدمش قد كده التقدم دوت. وبعدها فينيسيوس جونيور. امبابي ما جتش مع انا كان في بالي سيناريو ان هو ايه، اول ما بصيله هيكون الحارس بقى فاكر ان انا هشوط فينزل تحت على الارض، فاروح اعملها لوب فازيد 99 اورا. هو ده اللي انا كنت في بالي، بس ما ظبطش. المهم جيت هنا، بعدين بصيتها لده، خد الكوره، وبرضو كنت عاوز اعملها بتاع بس حرمت. وبعدين هنا ارتو حلوة قوي، بجد حلوة قوي الارتو ديت، يعني ولا غلطة ولا غلطة الارتو. دلوقتي احنا 2-1 ومتقدمنا، ومش عارف هيقدروا يجيبوا التعادل في وقت زي ده ولا لا، بس هو الوقت ضايق جدا يعني. وبكده فازت فريق الطيبات او فريق المسموحات بفارق 2-1 مع كامباك حلو. فاحنا دلوقتي هنروح لشات جي بي تي هنسأله نفس السؤال بس العكس. يعني ايه، هقول له مثلا دلوقتي احنا حطينا كل المسموحات، اما بقى هروح اسأل نفس السؤال بس الممنوعات هم اللي هيلعبوا، والمسموحات هم اللي هيطلعوا. وخليك مع الفيديو. قدامك دلوقتي شات جي بي تي هسأل نفس السؤال بس العكس. فايه هنسرع الموضوع ده شوية لأن كتابتي بطيئة، وغير كده إن هو موضوع إن هو ينشئ صورة في الموضوع. موضوع اللمسة الأخيرة ده بيخلي يعني بيطول جامد قوي. يعني نسرع شوية. المفروض كده دلوقتي الصورة عملت، وهنستنى من شات جي بي تي. اهو نزل وما شاء الله كلهم تقريبا حمر، يعني كلهم هيطلعوا. كلهم هيطلعوا. مين مش هيطلع؟ مفيش حد، كلهم هيطلعوا. ده غير ان هما كاتب عليهم يعني بيحبوا ايه وهما من الممنوعات، يعني كاتب السبب. يعني ده كويس جدا. راح بقى التشكيلة نظبط الموضوع ده بقى. قدامك دلوقتي تشكيلة ريال مدريد بعد ما تعادلت، بس انا دلوقتي يعني في شوية حاجات هعملها. انا واضح ان انا هطول جامد قوي، يعني هشيل تقريبا دولت كلهم،
واحط ناس مختلفة. فانا هفضل بقى هدور ده غير ممكن احط مدافع مكان الهجوم، الحارس مكان المدافع كده يعني. اتسرع الموضوع ده شوية بقى. كده المفروض نكون انتهينا من التشكيلة وداخلين على المباراة دلوقتي على طول. للأسف معرفش اخد الكورة، بصاها لده وبعدها بصلت ده. يعني بصة حلوة بصراحة، بس شكلها ايه جاية هدف كده، شكلها ناوية على هدف. أيوة ناوية على هدف فعلا. فبصراحة عملوا هجمة كويسة وباصة حلوة، بس ده في الأول ممكن يحصل نفس اللي حصل مع فريق المسموحات. بس يعني مش هيحصل ليه؟ لان اصلا لو خسرت انا مش هنزل الفيديو، لان لو خسرت انا مش هنزل الفيديو، هضطر ان انا اعيد المباراة، فانا اكيد يعني مش هطلع نفسي خسران. شباب اللي انا ملاحظه ان التشكيلة اللعب فيها بقى صعب قوي. يعني انا بقالي دلوقتي اهو 9 دقايق في الوقت المباراة، واللعب فيها يعني لا باص لا ثرو لا التمريرة عالية ولا اي حاجة، ولا والشوط بتاعتهم وحشة اهو تقريبا. بس كامافينجا ومندي هو اللي بيعملوا شغل جامد يعني. الدفاع مش قد كده والهجوم وحش جدا يعني. اللعب تقيل. انا حاسس ان انا ايه، حاسس ان اللعب تقيل جدا يعني. انا اللي بزق في اللعيبه، مش هم اللي بيمشوا، انا اللي بزق فيهم. انت يعني مش عارف انت قدرت تفهمني ولا لا، بس الموضوع متعب. زي ما انت شايف، شوف قاعد بيجري ازاي، ده جري على فكره، ده جري. وبصه اهي، خد لك بقى، طيرها لقدام هو كمان. اللي تقدر واللي تفكر واللي تقشر واللي تحضر ويوماتي تعجن وتخمر، تسلم ايدك ست أميرة. اللي تخرط واللي تطش واللي تربط واللي ترش، تقليتها تظبط وش، تسلم ايدك ست أميرة. اللي تجمع واللي تقمع واللي في كل رقبة لمع ورواها قرمش تسمع، تسلم ايدك. واخيرا قدرت احط نفسي في موقف كويس. دلوقتي هم ضغطوا على ده وبعدين انا رحت مباصي لده. انا اصلا كنت متعامل على الموضوع ده، انا بصيت له خليتهم هم يضغطوا عليه ويسيبوه فاضي عشان اعمل ايه الحته ديت يعني. اللعب معاق بصراحه، اللعب بقى صعب جدا. التشكيله تقرف، لعبها تقيل جدا. انا اللي بزق في اللعيبه، مش بزق في انا اللي بزق في اللعيبه نفسهم يعني. واخد الكورة وبحاول اراوغ بس مفيش مراوغة. بصيت قلت هعتمد على الباصات، مستني الواد ده يتقدم بس مفيش فايدة خالص. بس يعني مفيش فايدة، التمركز بتاعهم زبالة جدا. بس قاعد بمندي براوغ، الله اكبر ما شاء الله على المهارات. انما ايه، الله اكبر، اسيست جامد. بس لا بصراحة المراوغات بتاعت مندي ابهرتني يعني، قوية بجد. اهو رمى الكاميرا زي ما انتم شايفين، من قوة المهارات، من قوة المراوغات تقريبا. لا اتوقع المفروض ممكن يكون في كومباك، صح؟ اتوقع ممكن يكون في كومباك، هنشوف. للاسف جابوا الهدف التاني، بس انا مش هسكت. لا طبعا انا دلوقتي عامل في دماغي خطة تيكي تاكات ومع شوية مهارات على شوية مراوغات. انما ايه، انا مش لا يا نهار ابيض، انا لا تعادل ولا اخسر، انا افوز يا ما افوز. بس هو بس الفوز. ما شاء الله مندي عامل مهارات. لا مش مندي، جامافينجا. بس يا نهار ابيض على المهارات، ايه ده؟ هدف عكسي، واضح ان هو غلط من البوت. بس مهارات جافينجا كانت قوية جدا بصراحة. مهارات جافينجا يعني عامل ابداع، كان عامل ابداع وقتها. خد الملعب كله كده، خلاهم كده يمشي كأنه سحلية بين الرمل كده، خلاهم كده يقعوا جنب بعض كده. هو ده فاهم انت الموضوع ده. كده نكون خلاص ختمنا الفيديو ووصلنا لاخره. ولو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب، ولو ما عجبكش ما تعمل اعمل قصدي لايك وسبسكرايب. يعني بص، الحاجات دي مهمة لانها يعني ممكن توصل لناس هي تقدم او تحب اللي انا بقدمه ده وتستمتع. المهم احنا طبعا شفنا في الفيديو كاختصار فريق الممنوعات عمل شغل جامد جدا اكتر من فريق المسموحات. بصراحة فريق المسموحات مع انه كان قوي، بس ايه كنت حاسس ان هو انا ما كنتش مركز فيه جامد قوي يعني. انا كنت مستنيهم هم اللي يجيبوا عشان ايه اعمل بقى كومباك وازيد اورا وكده يعني. فانا ما كنتش مركز جامد. اما فريق الممنوعات انا كنت مركز فول تركيز بسبب موضوع ان هم بسبب موضوع ان هو ايه ان هم كانوا تقال جدا. كنت بلعب بيهم بصعوبة بصراحة. الماتش كان صعب. ماتش بجد كان صعب بيهم. كنت عاوز اقفل الفيديو، بس طبعا ايه ما استغناش عنكم يعني. بصراحة انا كنت مستمتع يعني وانا بصور الفيديو ده. وسلام بقى.